الله 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 الله. اخيرا اتفقنا النهارده على حاجه. الله. هيعجبكم جدا جدا جدا، جربوه. لازم والله العظيم تجربوه. للناس اللي ما بتحبش القرنبيط والناس اللي دايما بتاكله بالطريقه التقليديه، عملنا لكم طريقه ألذ وتنفع في العزومات، شكلها تحفه. وتشرف صراحه. شايفين التحفه؟ لازم تجربوه. الريحه والطعم هتبهركم. يلا نوريكم الطريقه. معانا قرنبيطه صغيره. نينجا. ايه يا ابني في ايه؟ انت كنت بعقلك. اللي كانوا معلوم عملوا ايه؟ انا عارفه والله اتجننت. بس هنقطع القرنبيطه اللي قطع صغنونه خالص كده، عاوزينه بهذا الحجم النونو. هذا الحجم. ها؟ هو في طريقتين، نسلقه وطريقه نقليه. لا خلينا في فاحنا المسلوق. عشان خلينا في الخفيف كده على المعده، خلينا في المسلوق. ان احنا نسلقه. احنا ناقصين دهون. هو انت ليه دايما بجد متولي موضوع التقطيع؟ هقول لك ليه؟ احنا اتفقنا ان انت في التقطيع مش بتقطعي حلو. مين اللي قال لك كده؟ انت اللي قلتي. انا ما قلتش. ده انت اللي بجد قلتي لي. والله العظيم رخم. طب انا عندي فكره، انت بتقولي ما قلتش صح؟ هجيب لك الفيديوهات القديمه. ده انا معايا سيديهات. طول عمرك بتاكل من ايدي. ايوه باكل يا حبيبتي، احلى اكل من ايدك يا قمر انت عسل. يعني التقطيع انا يعني احسن فيه. بثبتني يا مريم. ايه رايك يا مريم؟ انا اللي بقطع احسن ولا هو؟ يا ماما انت بتعملي حاجه وحشه، انت حتى لو على التقطيع انت اللي معلمهوني الاكل ده. مين اللي معلمهوني؟ ما انت اللي معلماني الاكل. انا شايفه دلوقتي. انت عاوز مني ايه؟ ايوه خلي بالك، دي سكه الابناء للامهات، والامهات بتعمل نفسها عبيطه بس بتبقى فاهمه والله. بتعمل؟ والله الامهات ساعات كتير بتعمل نفسها عبيطه عشان تتغاضى بس وتعدي. ماما انت تقطيعك نصب. استغفر الله العظيم يا رب. طب انت تقطيعك عصب بجد؟ مش مشكله، انت عصبتيني شويه عصبك شويه. بطرمان الليفت اللي احنا عملناه باظ. اتحسد. حتى دي كمان اتحسد. في واحده كانت كاتبه كومنت كده لفت نظري شويه، كانت بتقول الناس دي اتحسدت. انا نفسي اعرف انت عرفتي ازاي ان احنا اتحسدنا؟ على فكره احنا من ساعتها واحنا مكتئبين. ايه ده هي؟ انا بقول كده. يعني اعمل ايه؟ يعني قولي بقى. هنسلق القرنبيط. هنسلق القرنبيط عشان مؤمن. هنسلق القرنبيط في حله فيها ملح وكمون، شويه سكر على فكره صغننين. على فكره اوعى تنسوا. قرن فلفل الوان. وانا جزر بقشره مكعبات صغنونه من القطيع. انت عارف ان انا بحب ريحه الفلفل الالوان قوي. انا بحب دايما ادوقه لولا بس ان كنت ادوق مكعبات بهذا الشكل اللذوذ. طب انا بشوره بقى وخلاص ونريح نفسنا. مش قلت عاوزاه مكعبات لونه؟ لو هيطول كده يا ستي خلينا نطول، اهم حاجه بمتعه. انا قلت لكم ان ماما زعلانه منكم. ليه طيب؟ ايه؟ عشان انا نسيت. انا زعلانه من ايه؟ زعلانه. مش انت قلت له. مش انت قلت نتفق مع بعض ان احنا نقول ان احنا زعلانين منكم. طلعنيش بقى كده بقى. عيب. ليه؟ عيب عليك. ما انت صح. انا اقول انت زعلانه مني. هي قالت لي في الاوضه من شويه واحنا قاعدين، قالت لي انا زعلانه من متابعيني. قلت لها ليه يا ماما؟ ليه دول حبايبنا؟ قلت لها ليه يا ماما؟ ليه دول حبايبنا؟ ايوه. قالت لي الا ما شفت فيهم واحد ولا واحده اي حاجه دخلوا اليوتيوب بصوا علينا عبرونا. قلت لها يا ماما يرضيكم مشاهداتنا في الفيديو على اليوتيوب 73 مشاهده باين ولا يعني عيب لما نبقى ملايين في الفيس ويوتيوب ما فيش. عيب، انتوا متابعين حبايبنا. يعني يلا هسيب لكم اللينك. كبسوا. لا ده التيك توك لسه يا ستي. التيك توك المره الجايه بتجيب لهم كله مع بعضه ليه؟ بقول لك ايه؟ المهم يعني راعونا. تعالى جربوا كده. ماما بعيد ايدك بقول لك. مش محتاج من غير ما حد ياخد باله. طب انت كده يعني صوابعك قدام السكينه بصي هتنزلي عليها كده ليه؟ طب انا عندي فكره ريحك في ايدك الثانيه. ايه؟ انت بتمسكي السكينه كده. امسكها ازاي؟ امسكيها كده. امسكيها كده ولا مش حاسه بفرق؟ مش حاسه بفرق. انا اسف. اهو اعملي امسكي السكينه بالطريقه اللي بتحبيها. الامهات بيشتغلوا على الله حكايتهم. والله بتعلي عليا. مين؟ انت بتعلي عليا. ليه؟ والله بجد. عشان كل ما تقطع صغير فانا اقطع صغير فانت تعلي عليا وتقطع صغير اكتر. لا على فكره انا ببقى ايه يعني لسه ما فهمتش ان انت عاوزه بره. طب اقول لك على حاجه بعلق عليك. انت ما بتعرفيش تقطعي وانت اللي معترفه، وعندي سيديهاتك وفيديوهات كتير انت اللي فيها كده. الفلفل والجزر على بعض عادي. على بال بقى ما مؤمن مش عاوزه تقطعي بقى خدي قطعي. على بال ما مؤمن بقى يقطع البصل، انا هطلع بقى الايه القرنبيط من السلقه. مع السلامه.
هو إيه اللي مع السلامه انت تقفي هنا؟ اطلع القرنبيط احنا مش بنعمل كل حاجه سوا. هيتسرق ويبوظ. لا بقول لك ايه، والله يبوظ. نطلعه سوا. افتري عليه ربنا برضه ما قطعتش جزر. نقطع واحنا سوا. عاوزه تخدعني، انا قاعد لوحدي. بصي هو استوى قبل ما يدخل في السوا على طول. بصوا هو تقريبا خد 5 دقايق بالظبط على النار بالظبط. بعد الغليان. يعني بعد اول ما الغليان. تغلي 5 دقايق. كينه على جنب بقى. بس يعني هو مش بيداس مش عليه كده مهري. يتهرس. لا لازم يبقى فيه نسبة ان هو متماسك يعني. خلاص بقى انت خلاص بصلتين. والله انا هسكت عشانكم. لقيتي تعملي ايه يعني؟ خلاص. والله فين خضة. تلعب كاراتيه مره ضربتني بالقلم برجلها. ليه سوبر ماما. طب انا عاوز اسالك سؤال. ما حصلتش. هي دلوقتي بذمتكم انا بالصورة اللي هما بيقولوها دي. هو احنا بنقول صوره وحشه؟ انا بقول ضربتيني بالقلم برجلي. والمشكله ان انا كنت مديها الامان وبقف كده وهي عماله وعماله تقول لي اقف هنا بس اقف هنا، وانا مش فاهم اقف هنا ليه. اقف هنا وقفتني هنا وقامت فجاه عامله كده اهو وطلع مدياني على وشي. اتعلمت حركه جديده، تعالى جربها فيك. يلا بصلتين. انت والله انت كده بتضيع هيبة الامهات. يعني بصي كل ام ليها سلاح معين مميزه فيه. دي حقيقة. فانت سلاحك الضرب. احنا كأمهات كل واحدة مميزة. واحدة عض، واحدة ضرب، واحدة شبشب طاير، واحدة سلك، خرطوم. انا نفسي اسال سؤال. ايه؟ طب واللي بتجمع بين كله؟ لا دي جبارة. طب اسألهم كده، قول لهم كام مرة في حياتك اتضربت مني؟ انا؟ قولي والله قولي. بتاع 58 مرة. احلف. الصراحة هم تقريبا مرتين. طب شوف يبقى فين بقى؟ هم مرتين. بس كانوا مرتين ايه؟ بال50 مرة. حد ما يحبش ريحة البصل ده وهو بيقطع. احبه يا حبيبي، انا مش هحبه. ايوه ما انت لازم بقى عشان ما بحبوش تقفي معايا. واديني واقفه جنبك. حتى البصله دي مش حاميه قوي. متأكدة؟ لا مش عايزه اتاكد. لا اصلا حامية قوي. اصل انا قلت لك متاكده تقول لي لا مش عايزه اتاكد. دي مش حامية قوي؟ هو انت خدت حصانة؟ الحمد لله تلاقي الريحه جايه كده. انت مش شايف؟ هو دوكا وقع، انا وقعت على ودني استنجيت. لا بجد دي صعبة قوي. الحمد لله. البصلة دي عرفت ليه؟ عشان قعدت تخطط لي وتدبر لي وهاجي معاكي وانتي بتطلعي القرنبيط ومعرفش ايه. سبحان الله انا تمام. اهم حاجه الحته اللي في اخر البصل دي يفضلوا تعملوها يمين وشمال وفوق لحد لما تجيبوا اخرها ما يبقاش غير بصوا فتفوته كده. حرام والله فعلا انا بلاقي ناس كتير بترمي من الحته دي كتير جدا. مين بيتكلم؟ انا ماما يا مؤمن. البصله دي يا رب التانية ما تبقاش حاميه يا رب. يا رب تحرقوا فينا اكتر واكتر يا رب. عرفتوا انها جباره. ما قلتيش ناس كتير بتهدر بقى. ناس كتير بتهدر والله في الحاجه وهي بتنظفها وهي بتقطعها، وده حرام فعلا. حرام جدا. انت عارفه في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام النعيم اللي هنسال عنه يوم القيامه. النعيم؟ اكيد النعيم ده ولا تسالنا عن النعيم الاكل والشرب. هو كان مره قاعد في الصحراء وكان معاه ماء بارد. والماء البارد ساعتها هو ماء ملفوف على خيش بس. ايوه. وكان معاه كام تمرايه. وهو في عز الصحراء يعني مفيش اصعب من كده. فخد تمرايه وشرب ميه وقال والله لا هذا هو النعيم الذي سوف تسالون عنه. ما بالك بقى من الاكل والشرب. عايشين حرام بقى ما تبطروش على النعمه على النار على طول. الصينيه هننزل بمعلقه سمنه. دي ايدي جنب المعلقه عشان بس ما تفتكروش معلقه صغيره يعني. هننزل بالبصل. اول ما يدبل هننزل باللحمه المفرومه. واول ما اللحمه تغير لون بالشكل ده هننزل بالجزر والفلفل. هننزل بالتوابل بتاعتنا: فلفل اسود، ملح، بصل بودر، كزبره، بهارات لحمه، شويه كاري، بابريكا، ومعاهم سنه صغيره قرفه. هننزل بمعلقه صلصه طماطم كبيره. ربع كوبايه ميه. واول ما توصل للشكل ده هنطفي عليها. في طاسه على النار هننزل بحته زبده او سمنه حوالي معلقتين كبار. هننزل بنفس كميه السمنه دقيق. اول ما يفتح لونه هنبتدي ننزل باللبن حوالي 1.25 كيلو. شويه فلفل اسود، ملح. كده كل الطبقات اللي جاهزه. ترجم الطبقات. ترجم ايه ده؟ انا محتاج مترجم. طبقه قرنبيط. يعني كنا المفروض نزود قرنبيط اكتر. يعني دي تكفي صينيه واحده الحجم القرنبيطه دي. بس احنا لقينا عملنا كل حاجه بزياده بالظبط، فلازم نكفي الصينيتين. اللحمه كتير على القرنبيط. اللحمه كتير بقى. حلو انا كائن لحيم.
هو الصراحه انا كائن فريخ. دي غريبه في الولاد على فكره، انا كائن فريخ جدا. ان هو يحب الطيور اكتر من اللحمه، دي غريبه في الولاد. ليه؟ باباه مثلا واخوه والعيله كلها بيحبوا الولاد بيحبوا اللحمه. حته فرخه كده فرايدي تشيكن البشاميل، وطبعا البشاميل لازم يبقى خفيف، ايوه يعني مش زي البشاميل باقي الحاجات. رشه موتزاريلا حلوه كده، ولو عاوزين تستغنوا عنها عادي يعني مش هيضر. بس هي بصراحه بتدي طعم وشكل حلو جدا، خصوصا العزومات طبعا على الفرن بقى. اوعى يلا ندوق بقى. هدوء عشان انا تعبان. انا هدوق. هي دي المعلقه بتاعته. الفكره دي معلقته. معلقتي بجد يعني. بصوا انا بحب ادوق بدي. سامعين صوت الخرمشه؟ اسمعوا. يا لهوي اوعى الحته واحده. يلا ندوق عشان مش قادر. بصي لازم تاخدي من تحت حته قرنبيطه. حته القرنبيط دايبه. توصلي فيها. بص لك انت سخيف. هو انت النهارده يا ماما في دماغك؟ احنا من الصبح واحنا بنتخانق. ايه رايك؟ والله بجد عظمه في تكه كده او نكهه كده في القرنبيط الناس ما بتحبهاش فعلا. عايز اسال سؤال. ايه هو القرنبيط فين؟ شفت؟ هتاخدوا فوائد القرنبيط كلها، واللي ما بيحبش الطعم مش هيحس بيه قوي. وفي حاجه بقى، لو عاوزينه يقلب صحي شويه ممكن تستغنوا عن البشاميل وتحطوا بس فوق كريمه كده او كريمه طبخ وتدخلوه في لا غنى عن البشاميل يا مؤمن. ما هو لك على حاجه لا غنى، بس احنا بنتكلم ان هو اكله صحيه بقى 100% كامله. بس بالامانه هو كده فوق ما تتخيلوا في الجنة. الله 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 الله. تقريبا اتفقنا النهارده على حاجه. الله. هيعجبكم جدا جدا جدا، جربوه لازم والله العظيم تجربوه. عموما انتوا كده الخسرانين، لازم تجربوا ان شاء الله. يجربوا هيعجبهم جدا. تحفه. والف هنا وشفا مقدما. وفي عزومه الناس هتتفاجئ ان انتوا عاملين قرنبيط. ممكن ما حدش يعرفه، صدقوني. دي حقيقه، جربوه. دمتم سليمين.